بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعم الآخرة. هنا رايحين فين؟ رايحين السخنة. تركبوا من أي حتة في المحافظة اللي انتوا فيها لحد السويس، من السويس تركبوا من الموقف بتاع السخنة، هيوديكوا لحد السخنة. الطريق دوت من الموقف بتاع السخنة اللي هو جنب القطر، من السويس لحد باب القرية اللي احنا هنروحها. احنا هنروح فين؟ هنروح بورتو السخنة، اهرامات السخنة. وهنسكن في حتة اسمها البهامز. المنطقة دي بجد امان كامل، واللي حابب يروح بجد ما يتأخرش، والجو هناك تحفة. كنت عايزة اصور لكم البحر والناس نازلة في عز الشتاء. آه، آه، لكن طبعا في حاجات محظورة يعني احنا ننزلها. احنا برضو نزلنا البسين، ولان المكان هناك كان مجهز باكوا بارك، وكان بسين. بصراحة المكان كان تحفة، والفيو كان يفتح النفس على الدنيا وكده. و آم، عايزه اقول لكم ان هي كانت اجازه ممتعه، وانا بعرفكم ازاي تروحوا السخنه في المواصلات. احنا زي ما انتم شايفين احنا رايحين مواصلات. خدنا عربيه من موقف السخنه من السويس. هو الموقف ده بيبقى جنب القطر على طول، وموقف دوت جامع كل المواقف. فانتوا هتركبوا عربية السخنة، وهينزلكوا لحد المكان اللي انتوا عايزينه. عايزين تاخدوا عربية مخصوص، تمام. انا بكلم للناس اللي هي حابة تروح مواصلات زينا. احنا رحنا مواصلات عشان نستمتع بالرحلة وكده. وطبعا عشان توفيره، وفي نفس الوقت برضو نتفسح وما نصرفش كتير. زي ما انتم شايفين اصلا الطريق كله ممتع. الجبال عايزه اقول لكم، والسماء، الجو كان تحفه. ما شاء الله يعني. كمان ما كانش ممطر، والجو في السويس عامه كان حلو قوي. ما كانش ساقعه. والمكان اللي احنا برضو اللي احنا كنا فيه، القرية اللي احنا كنا فيها، بصراحة برضو ما كانتش بتسقع يعني غير بالليل. واحنا بقول لكم احنا نزلنا البسين، وكان هناك تدفئة في البسينات، وكان في اكوا بارك. والمكان هناك ما شاء الله كان جميل جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين ده الطريق من السويس موقف السخنة لحد المكان اللي احنا هنروحه. شفتوا بقى السماء طبعا وجمالها سبحان الخلاق. و جبل عتاقة طبعا طول الطريق. الجبل يا جماعة هناك لونه أحمر. ده طبعا مش هيبقى الفيديو الوحيد، هننزل لكم ان شاء الله كام فيديو باذن الله. يا رب دايما تكونوا بتستمتعوا معانا والفيديوهات اللي بنقدمها لكم. وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه يا جماعه، عشان نكبر بيكم ان شاء الله. ونقدم لكم كل جديد. احنا حابين ننقل لكم التجربه. شفتوا بقى الجبل زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم، بقول لكم هو محزم المكان كله. المواصلات مش متعبه ابدا ابدا. بالنسبه ان انت تاخدوا مواصلات، طبعا لو انتوا معاكوا عربية ملاكي يبقى ده افضل. لكن انا بقول للناس اللي حابة تستمتع وتقضي يوم او يومين او ثلاثة. احنا قعدنا 3 ايام. وهوريكم طبعا، هوريكم الشاليه اللي احنا كنا واخدينه. مكان تحفة ومكيف، وزي ما انتوا هتشوفوا معانا. كملوا معانا الفيديو للآخر. وما تنسوش اخواتنا في فلسطين، تدعوهم يا جماعة. عسى النصر قريب ان شاء الله. بإذن الله نحتفل بإذن الله، ونقول يا رب انت نصرتنا ان شاء الله قريب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعز الإسلام والمسلمين، وانصر أخواننا في فلسطين وأخواننا في السودان يا رب العالمين، وفي كل أرض وحين. طبعا زي ما انتم شايفين البحر بقى واليخت. الطريق ما شاء الله كله قرى وكله فنادق، زي ما انتم هتشوفوا معانا دلوقتي. والبحر والطريق ممتع ممتع جدا جدا بصراحة. احنا سافرنا ازاي؟ خدنا مواصلات لحد اسماعيلية، ومن اسماعيلية للسويس. ومن السويس احنا كنا نركب القطر المكيف، بس كان ليه وقت بيطلع فيه. وبعد كده القطر بيبقى عادي، فاحنا حبينا نختصر المسافات وركبنا من اسماعيلية السويس. برضو الطريق كان سهل جدا وكان ممتع. وزي ما انتم شايفين اهو كل الطريق بقى زي ما انتم شايفين كده، لا اما جبل، والجبل لونه احمر، الجبل لونه تحفة بصراحة. والبحر وكان الجو ممتع جدا. يا رب دايما ايامكم كلها تكون سعادة، وتكون خروجات ممتعة. بصوا بقى، شفتوا دي بقى القرى على طول الطريق، والبحر طبعا. يعني مش هتلاقي البحر، هتلاقي الجبل الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت. الحاجة الوحيدة بس ايه اللي وحشة في المنطقة دي، بس في الحتة دي او في الطريق ده، ان هو الطريق رايح جاي.
لكن زي ما أنتم شايفين بقى الطريق دوّة برضه رايح وطريق جاي. بس الطريق ممتع والأجواء ممتعة بصراحة. شُفتوا بقى أهو طول ما أنتم ماشيين لاقيين الجبل وساعات بقى تيجي السما والجبل والبحر. عايزة أقول لكم منظر تحفة زي ما أنتم هتشوفوا معانا دلوقتي في الفيديو. اخرجوا واستمتعوا في الشتا يا جماعة، بجد هتحسوا بتغيير نفسية وهتغيّروا نفسيتكم. طبعًا إحنا بعيدًا عن الظروف الاقتصادية خالص. إحنا لو إحنا مش متاح لينا المكان ده إن إحنا نروحه، طبعًا هيبقى مش هنروحه، لكن إحنا كان الشاليه اللي إحنا واخدينه كان متاح طبعًا. فقررنا إن إحنا نروح السخنة. ده أجمل مشتى. و هتشوفوا معانا الview وهتشوفوا معانا المكان. حاجات ما شاء الله تحفة. ومصر بتتعمر يا جماعة بجد، ومناظر حلوة أوي، أوي تفتح النفس على الدنيا. إحنا خلاص هنا بقى وصلنا أهرامات السخنة أو بورتو السخنة. ده الممشى اللي بتنزلوا بيه من بورتو السخنة للبحر. وهتشوفوا معانا إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنوريكم كل حاجة بالتفصيل. إحنا هنا كنا بنحجز، نزلنا هنا في أهرامات السخنة عشان نحجز الشاليه بتاعنا ونعمل نعمل يعني نعمل وصل الدخول وكده. فدي عايزة فبنقل لكم المكان كله أهو. المكان تحفة، وعايزة أقول لكم بصراحة أفضل حاجة حصلت في الرحلة دي، لأن إحنا رُحناها في الصيف. كانوا فاتحين أولاد رجب هناك، الأسعار عايزة أقول لكم كانت خيالية. فرُحنا المرة دي ورُحنا ماركت زهران اللي فتح مكان أولاد رجب زهران. عايزة أقول لكم الأسعار يعني عايزة أقول لكم متفاوتة بس حاجة طفيفة يعني مش غالية خالص. وهناك كل حاجة إن شاء الله هانزل لكم فيديو برضه في المول. في الماركت يعني حاجة حاجات تحفة وأسعار حلوة. إحنا جِبنا مش هاقول لكم يعني زيادة جنيه، 2 جنيه حاجة بسيطة، لكن إحنا رُحنا في الصيف كانوا ماسكين أولاد رجب المكان. كانت الأسعار عايزة أقول لكم مولعة جدًا، الأسعار كانت خيالية، فما رضيناش حتى نشتري كيس ملح هناك. فده يعني اللي حببنا في كمان وفرحنا إن هُم خلّوا الأسعار حتى متفاوتة بالنسبة للأسعار المحلية يعني عندكم في المدن، مش غالية أوي. عايزة أقول لكم المليان هناك كان مليان أجانب وكان مليان ناس، والناس كلّها عايزة أقول لكم بالمايوهات والشباب والرجالة طبعًا بمايوهات طبعًا إشارات بس. فعايزة أقول لكم اللي هو يعني أنا باوصّل لكم إن المكان كان حلو والجو الأجواء ما كانتش ساقعة. فعشان كده باقول لكم اللي متاح له ليه مكان يعني إن هو يغيّر جو يا جماعة ما تترددوش. شُفتوا بقى الview دي الأوضة الماستر وفيها حمام. زي ما أنتم شايفين ده الview بتاعها ودي أوضة الأطفال فيها تكييف ومكيّفة طبعًا. وده المطبخ مكيّف وغسالة وكل حاجة. زي ما أنتم شايفين كل حاجة مجهزة. ورُحنا لقينا بصراحة الشاليه نضيف وما شاء الله حاجة زي العسل. والتلاجة طبعًا بُصّوا بقى ده الحمام الماستر برضه. و سُفرة والصالة زي ما يكون مكان معيشة بالضبط. دي السُفرة ودي الشاشة وده بقى الview بتاعنا، view تحفة. وإحنا بقى عملنا إيه بقى، طبعًا هناكل بقى. لإن الview هناك بصراحة يفتح النِفس والقعدة هناك تفتح النِفس على الأكل. عملنا رُز بشعرية وكنا حاشيين الفراخ بتاعتنا وخدناها مستوية. وحمّرناها بس، وعملنا طبق سلطة ودي كانت أكلتنا ودي كانت خروجتنا. اللي قدّامه حاجة يخرج فيها يا جماعة ويغيّر نفسيته ونفسية اللي حواليه يا ريت ما تترددوش. وأحسن مكان تسافر فيه في الشتا هو السخنة. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، بنحبكم في الله. يا رب دايمًا تكونوا مبسوطين ومتهنيين ويرزقكم السعادة دائمًا إن شاء الله يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.